السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرف الحديقة على أنها قطعة أرض مزروعة بالأعشاب، الفواكه، الزهور، الخضروات أو الأشجار. كما تضم الحديقة في بعض الأحيان تماثيل، مقاعد، برك مائية وحيوانات، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين يقصدون الحدائق للقيام بالعديد من الأنشطة. ومن الجدير ذكره أن هناك العديد من الدول تقوم بإنشاء حدائق وطنية، والتي تكون عبارة عن مساحات كبيرة من الأرض تستخدم لحماية موائل الحيوانات. أما في هذا الفيديو سنعرض لكم أجمل الحدائق بالعالم. لابد من معرفة أن الكثير من الناس يعد الحدائق مكانا للراحة ولتهدئة الأعصاب، خاصة إذا كانت الحديقة مليئة بالزهور ذات الروائح الفواحة، إذ أن بعض الزهور زهرة الورد، زهرة الجهنمية، زهرة الأوركيد وغيرها تعد من الزهور الجميلة للنظر. ومن الجدير ذكره أن المشي خلال أي حديقة جميلة يمنح الإنسان شعورا خاصا، إذ تضفي الفرح والهدوء لحياته. تعد حديقة فرساي من أشهر حدائق فرنسا، كما أنها من أشهر حدائق العالم. أصبح هذا المكان من أروع المناطق بعد أن كان في السابق مستنقع ليس له أي قيمة. حديقة مينيابوليس، كثيرا ما يقصد السياح ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية للاستمتاع بزيارة هذه الحديقة، فهي من أشهر الحدائق بالعالم. تم إنشاء هذه الحديقة للمرة الأولى في عام 1988 على مساحة 11 فدان، كما أن موقعها مذهل، فهي تقع بالقرب من كنيسة سانت ماري الشهيرة. وأهم ما يميز هذه الحديقة أنها تحتوي بداخلها على عدد كبير من المنحوتات الساحرة، ولذلك أطلق عليها الناس الحديقة مينيابوليس. حديقة بوتشارت، تقع هذه الحديقة الشهيرة في كندا، فهي تمتد لمسافة طويلة تصل إلى حوالي 50 فدان، وهي بالقرب من فيكتوريا. يقصدها عدد كبير من السياح للاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة، بالإضافة إلى مشاهدة مجموعة مدهشة من التماثيل البرونزية التي تتواجد داخل الحديقة. حديقة يويوان، تعتبر هذه الحديقة من أشهر حدائق الصين. أعيد فتحها للجمهور في عام 1961، ومنذ ذلك الحين فهي تستقبل السياح من جميع أنحاء العالم. تحظى هذه الحديقة بإعجاب الكثيرين. للحدائق أهمية كبيرة لجميع العائلات، حيث أنها تمثل فرصة للتخلص من الروتين اليومي والتمكن من قضاء يوم جميل، سواء في المناسبات المختلفة أو في الإجازات مثل إجازة نهاية الأسبوع، بالإضافة للرحلات التي تضم الأصدقاء والأقارب، وبالتالي تحقيق التوافق والاندماج بين الأشخاص وتعزيز أواصر المحبة والتآلف من خلال قضاء يوم جميل في الحديقة العامة. كما يمكن للأطفال ممارسة جميع الألعاب المبهجة وإدخال البهجة والبسمة على وجوههم وقلوبهم، حيث يمكن الاستفادة من المساحات الكبيرة للحدائق العامة. بالإضافة لذلك فإن للحدائق العامة أهمية كبيرة في توفير الأموال، لأنها لا تتطلب أموالا كثيرة مثل الأماكن الأخرى التي تمثل عبئا على ميزانية الأسرة بسبب التكلفة الهائلة التي ترهق رب الأسرة، مع أن النتيجة واحدة، وهي الاستمتاع وإدخال الفرحة على قلوب الأطفال. في هذا الفيديو عرضت لكم مقتطفات من صور بعض الحدائق الجميلة بالعالم، أتمنى أن تنال إعجابكم.